Yo, you want to see something cool? No? Well, I'm gonna do it anyway. Day work from the office. يعني بعد الشغل ده كله حرفيا يعني أنا تقريبا بقعد على الأوفيس مثلا من الساعة 10 الصبح أو الساعة 9 للساعة 8 أو 9 almost like 12 ساعة. و موضوع مش وحش قوي ولا أي حاجة طالما you're enjoying اللي أنت بتعمله. اختلاف شاسع شاسع. انت مش بتشتغل بس لمجرد ان انت عايز تشتغل، انت بتشتغل علشان انت بتحب ده، انت بتحب تعمل ده، انت بتحب تبقى كرييتيف، انت بتحب تطلع حاجة وتشوف هيطلع ايه في الاخر، بتحب تتعلم كل يوم، كل يوم بتلاقي معلومة جديدة داخله لك، كل يوم بتقابل حاجة مشكلة جديدة. ده حلو قوي للناس اللي عندها ADHD، على طول بتفكر، على طول شغال، اصلا ما عندكش وقت ان انت تتشتت او تروح هنا هنا، فعلى طول من كتر الحاجات الجديدة اللي بتجيلك عارف تفوكس. الحاجات اللي بتجيلك دي بتساعدك. الجرافيك ديزاين والديزايننج عموما في اي حاجه بقى ايا كان الشكل، او ويب ديزاين، او لو انت انجينير، اي حاجه فيها ديزايننج دي مناسبه جدا للناس اللي عندها ADHD. ال ADHD ممكن تستغله استغلال صح ويفيدك، وممكن يفشخك في حياتك، يخليك متشتت ومش عارف تعمل ايه وعمال تتنطط يمين شمال. فحاول تعرف تتأقلم مع ال ADHD اللي عندك، تتأقلم مع المشكلة دي وازاي تاخد منها advantages. مش بس ان انت انا عندي مشكلة يا اما عايز علاج، لا، استخدمها صح. انا مش شايف ان هو مشكلة. انا كشخص عندي ADHD بيخليني افكر كتير، ممكن يكون متعب اوقات معينة، ولكن في نقطة الشغل مثلا مفيد جدا، فهو ليه عيوب وليه مميزات. ايه رأيك في الناس اللي عندها ADHD؟ مجنون ولا ايه؟ ايه ده انت فاتح فيديو؟ اه درش يا جدعان، درش شغال معانا في الشركة هنا، لسه جاي جديد. ايه؟ تمام. انا هراعي بس الموقف. درش يا جدعان UI UX ديزاينر، هو اللي جابنا هنا الشركة. ايوه. وبيعلمنا ألف ب حرفيا. يعني ما كبرش المواضيع قدام اه الناس. يعني خبرة يعني فوق انا كمان بصراحة. بتعلم والله يا جماعه عادي. خبرة فوق. ايه بقى رأيك في الناس اللي عندها ADHD؟ ده حاجة حلوة ولا وحشة؟ إيه والله على حسب. هي فيها مشكله وحيده. مم. هي بتديك كونسبت المالتي تاسكينج كده. اه. ماشي. بس بتخلي الواحد خفيف على القعده في اي حاجه او الشغل او اي حاجه بيعملها. مم. ما عندوش رزانه كده، نفس تاثيرها زي تاثير السوشيال ميديا كده على الواحد. هي دي اكبر مشكلتها. يعني ده رأيي بس يعني في بالظبط. الموضوع ده. تعالوا اوريكم انا بعمل ايه بالظبط. ده اللي انا بعمله، وده اللي انا شغال عليه دلوقتي. بعمل ايه بالظبط؟ بنصمم مواقع من الاخر. الويب سايت انت تدخل عليه الشكل بتاعه من بره وتجربة الاداء بتاعته، مبسوط بيها ولا لا، شكلها حلو ولا لا، سهل الاستخدام ولا لا. احنا اللي بنعمل ده ك UI UX ديزاينر. UI دي اللي هي يوزر انترفيس، يعني الشكل اللي انت شايفه اول ما تدخل تستخدم الويب سايت. يوزر اكسبيرينس دي تجربة الاداء اللي هي اليو اكس، بسلس ولا مش سلس، سهل ان انا اوصل للحاجات دي ولا لا، صعب، اتبسطت بيها، معقد ولا مش معقد، الكلام ده كله. فبنفكر في الكاستمر واليوزر بيعمل ايه بالظبط، وعلى الاساس ده نبتدي نصمم بالشكل العام بطريقة لطيفة بسيطة اتراكتيف. أهم حاجة تكون سهلة الاستخدام. سؤال مهم يا درش، هل صعب تتعلم ويب ديزاين؟ ويب ديزاين اه. ده كديفلوبر يعني ولا أو ديزاين زي يو اي يو اكس؟ يو اي يو اكس مثلا. هو مش صعب، بس هو يعني هقول لك اسمها ايه؟ عايز طولة بال. طول بال. اه أي عشان شغلانة عايزة طول بال. لا بس ده عشان بيحكمك رأي الناس، مش مسألة فاينكشنز. اه بس كل الديزاينرز كده. دي حياة أي ديزاينر بلا استثناء. بس سهل تتعلم. اه جدا. ممتع جدا عامة، ممتع جدا جدا، ممتع أكتر من أي حاجة.
بالظبط. ف مش صعب ان انت تتعلم الديزايننج عموما ايا كان نوع الديزايننج ايه، ويب ديزايننج، جرافيك ديزاين، ايا كان، ولكن محتاج صبر ووقت. فانت لو عندك ADHD وعايز تستغل الموضوع ده، ال ADHD عايز دايما حاجه جديده، عايز يغير، مش عايز يعمل نفس الحاجه على طول. فانصحك ان انت تدخل في مجال الديزايننج. عايز كرياتيفيتي دايما، عايز حد بيفكر دايما، عايز حد، فهتبقى مشغول، دماغك مشغول، مش محتاجه تتشتت وتفكر في حاجات تانية، انت اوريدي بتفكر في حاجات تانية، ولكن الفكره ان هي بتوصلك لنفس الحاجه اللي انت عايزها وبتستفاد منها. فانت لو عندك ADHD انصحك جدا ان انت تدخل في الديزايننج. الموضوع سهل جدا، ممكن تدخل على اليوتيوب تكتب لايك انواع الديزايننج، شغلانات، اكتب اي حاجه عربي انجليش، هتلاقي كل حاجه على اليوتيوب. وابتدي خد فكره عن كل حاجه وقرر انت ممكن تعمل ايه، او حابب انت تعمل ايه، تتعلم ايه، وهتلاقي اللي هيساعدك كتير جدا.